الو، ازيك يا فوز؟ وحشني حبيبي، اخوك بردويل. بقول لك ايه يا فوز، انا طالب حتتين كده جواز. ايوه جواز سفر. اه، حته حريم وحته رجالي. يعني نبتدي نورد من بكره؟ كتر الف خيرك. طب بالنسبه للشيك؟ خلاص ماشي، انا في انتظارك. طيب يا فندم، مع السلامه. مع الف سلامه. من مين الورد ده؟ مني يا حبيبي. يا حبيبتي يا روح قلبي، للدرجه دي بتحبيني؟ معلش، سيبيني مع المدام شويه. حاضر يا فندم. عجبك الورد؟ ده يجنن. اشمه ولا حطلي في سم هيدخل مناخيري؟ لا اطمن، زيارة غريبة مش كده؟ والورد اغرب. أنا جايبهولك عشان أقول لك برافو. حقيقي برافو. لعيب يا ولد. مش كده برضه؟ أنت إزاي قدرت تقولي الكلام الحلو ده وترسم تعبيره على وشك بالإتقان ده؟ تصوري، انا نفسي مندهش. تخيلي لما الواحد يحصل له مصيبه، مثلا يعني حد عمل فيه حاجه وحشه، ندله خانتني، شر واتسلط عليا. تخيلي ان الحاجات ديت بتستفز العقل، بتخلي المخ يتفتح، بتحصل له حاله استنفار ويقظه. المخ بيكتشف ان في معاني وطاقات جديده جواه ما كانش مكتشفها قبل كده. يعني الشر اللي اتعاملنا بيه معاك فادك؟ فادني بس؟ ده فادني وخلاني افكر واداني خبره. ده خلاني عملت حاجات ما كنتش اتخيل في يوم من الايام اني ممكن اعملها. الواجبات معاك طبعا. تعمل بيها ايه؟ والله شوفوا هتدفعوا فيها كام وخدوه. بس دي بتاعتهم. دي ضايعه منهم وانا اللي لقيتها. مش يمكن تكون سرقتها؟ هما باعتينك مندوبه عنهم تتفاوضي معايا؟ لا، أنا لسه بايعاهم دلوقتي حالا، وهتكلم بقى بنفس الأسلوب اللي أنت كنت بتكلمني بيه. اللي أنت عملته معايا خلى مخي يتفتح ويحصل له حالة استنفار ويقظة، واكتشفت إني عشان أرتاح وأهدى وأحس إن أنا ست محترمة قدام نفسي لازم أبعد عن العصابة دي، ومش بس كده، وأبلغ عنهم كمان. الله الله الله، ده انقلاب بقى. وانت السبب في الانقلاب ده. خلتني اراجع نفسي واصحح العك اللي كنت بعكه طول حياتي. انا جايه بس عشان اقول لك معلومه صغيره قوي. لو لا سمح الله البوليس جاي يقبض عليك، تعرف اني انا اللي بلغت عنك. سلام. حسن بيه، البوليس هيجي ويقبض عليا. اوعى تسمح بحاجه زي دي، انا مش وش بهدله. يا ريت تبلغ سياده اللواء ان انا خلصت. حاضر يا فندم. ايوه يا مدام باسم، اتفضلي. انا كتبت لحضرتك كل اللي اعرفه عن العصابه وعن جوزي اللي اتقتل وعن اختي وجوزها اللي ماتوا، تاريخ حياتي كله. عظيم عظيم. طب يا فندم، انا مطلوب مني اي حاجه تانية؟ المطلوب منك انك تبقي على اتصال بينا، واي معلومات جديده تعرفيها عن العصابه تبلغينا. طبعا طبعا يا فندم. وعلى فكره انا كتبت كل اللي اعرفه عن اللص مبروك ده. عظيم. على فكره يا مدام بسمه، انا مبسوط منك قوي، وكويس انك لحقتي نفسك وجيتي تبلغي. يعني افهم من كده يا فندم ان انا مش هتحاكم؟ علشان جيتي بنفسك وتبتي زي ما بتقولي، وعلشان هتقدمي لنا معلومات تفيدنا في القبض على العصابه، هنعتبرك شاهد ملك. متشكره قوي يا فندم. هسألك تاني، متأكدة إن مفيش حد كان ماشي وراكي من العصابة وعارف إنك جاية لهنا؟
لا طبعا يا فندم، ده انا جايه بتاكسي. عظيم. واحنا كمان متاكدين ان مفيش حد مشي وراكي طول السكه من بيتك لحد هنا. وحضرتك عرفت ازاي ان انا جايه هنا؟ في شخص موجود معايا هنا هيقول لك بنفسه. دخلوا الاستاذ. مساء الخير يا باسم. ايه ده؟ مين ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ لحقت نفسك وجيت تعترف. الاستاذ مبروك معانا من زمان، من البدايه خالص. بدايه؟ يا ابني ساكي اللي هو واقف، فاكره نفسك في البيت ولا ايه؟ يعني عليك يا عم مطيع، والله كان راجل طيب. كان خلاص بقى فعل ماضي. حرام عليكي، ما تفوليش عليه، ده لسه ما سبعتش. على رأي المثل كانت الحزينة تفرح ما لقتلاش مطرح. ادخل. بابا ماله؟ خير في ايه؟ ما تتخضش يا حبيبي، بسم الله ما شاء الله عليه، ما فيهوش أي حاجة، نايم زي الفرس قدامك أهو. ما فيهوش اي حاجه ازاي؟ ده جات له جلطه. قهر على فلوسه. اصله حب الشركه مبروك، اصل مبروك بقى مدير شركه كمبيوتر كبيره قوي، وكان عنده طلبيه ومحتاج فلوس. قام باباك بقى عارف انها ليها مكسب كبير وبتاع، قام جري على مبروك عشان يشارك. وبعدين قال ايه؟ مبروك طلع بيتاجر في المخدرات، والشركه دي غسيل اموال. أموات؟ قصدي اموال. اما ابوك اتقهر على فلوسه دمه اتجرى. يا نهار اسود ومنيل. مخدرات ده لازم يتقال طبعا. يا ابني يا حبيبي، الله ما أنت عارف تشكر، دايما بتبالغ كده. مخدرات إيه؟ مفيش مخدرات ولا حاجة. دفع كام بقى في الشركه دي؟ 200,000 جنيه. نعم يا اختي، 200,000 جنيه؟ وانت ازاي يا طنط الحراديق تخش شريك في شركه زي دي؟ انا يا اخويا ما حرضتوش ولا حاجه، وهو قدامك اهو متلقح. لما يبقى يفوق ان شاء الله بعد 24 ساعه هبقى اساله وهو هيقول لك. يا سلام، كنت عايزين تموتوا ابويا. احنا مالنا ومالكم؟ يعني اتجوزت الراجل في اخر ايامه عشان شغال في تجاره المخدرات. مخدرات ايه يا حبيبي؟ الله، حاسب على كلامك. حاسبه انتوا بقى بعيد عننا. والله العظيم لو ابويا جرى له حاجه لا اروح فيكم في 60 داهيه. ولا يا مدحت، انا ساكته لك من الصبح ومش عايزه اطول لساني عليك عشان ابوك المتكوم ده. بلاش يا تشكر، ايدك تقيله. ما انت طول عمرك لسانك طويل متبري مني، ايه الجديد؟ صحيح، ايه الجديد؟ ما احنا عشره عمره وعارف عننا كل حاجه. وبعدين خد هنا يا واد، مين دول هتروح فيهم في 60 داهيه؟ ها؟ انت وهوريكم حاجه، هجيب لكم الشرطه وابلغ عن جوزي وهتهمكم كمان بسرقه ابويا.